44 كتكوت متربيين تحت السرير في دفء وبياكلوا علف ب20,000 جنيه وشوية يا سيادة الوزير. 44 كتكوت مستقبل حياتنا هيضيع بسبب زيادة أسعار الأعلاف وزيادة أسعار الصويا والذرة الأصفر وهبوط، ومش عارفين نشتري علف لل44 كتكوت. 44 كتكوت بتوع ريناد مش عارفين نجيب لهم أعلاف ولا ندي للعيال مصروف بسبب زيادة أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية وزيادة أسعار الخامات وزيادة أسعار الذرة الأصفر والصويا والمركزات في سوق السوداء. بسم الله بسم الله ما توقعوش. تنزلون. بسم الله. حاسب يا علي. العلم بقى بالدولار. العلم زاد والوزير بدأ يتكلم عن الأعلاف ومحتكرين الأعلاف. اللي هيتمسك بيحتكر العلف هيتبهدل آخر بهدلة. يلا هم هم يا جمال. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم. حطها في النص. لا. في النص والله. خلي بس بالكاميرا شوية. أيوه. كلوا يا ولاد واتبسطوا. ده بيشتكوا مش بياكلوا. بص عليهم شوية. رئيس الوزراء هيقفش المحتكرين بتوع الأعلاف اللي غلوا العلف بتاعكم عشان احنا مش عارفين هنأكلكم ولا هنأكل عيالنا. اللي جايب فرختين يربوهم في البيت عشان يأكل عياله منهم مش عارف في الوقت الحالي. وزي ما انتوا شايفين الكتاكيت اهي أبطال ديوك وبرابر أحرار. زي ما انتوا شايفينهم بياكلوا أعلاف طن العلف ب20,000 جنيه وشوية ب20 و500 وحاطينهم تحت السرير، يعني مربيين الفراخ تحت السرير عشان العلف غلي. لا خليك بقى شوية بالبتاعة دي. ايوه كده. اللي هيبعتر علف هطرده في الشارع، هبيته في الشارع اللي هيبعتر علف فيكم. كلوا عشان مش هتلاقوا تاكلوا بعد كده. ده مشروع العمر ده. 44 كتكوت متربيين تحت السرير في دفء وبياكلوا علف ب20,000 جنيه وشوية يا سيادة الوزير. 44 كتكوت مستقبل حياتنا هيضيع بسبب زيادة أسعار الأعلاف وزيادة أسعار الصويا والذرة الأصفر وهبوط، ومش عارفين نشتري علف لل44 كتكوت. 44 كتكوت بتوع ريناد مش عارفين نجيب لهم أعلاف ولا ندي للعيال مصروف بسبب زيادة أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية وزيادة أسعار الخامات وزيادة أسعار الذرة الأصفر والصويا والمركزات في سوق السوداء، وبسبب المستوردين اللي بيحتكروا الخامات واكل الفراخ الغلابه الطيور المساكين اللي انت شايفهم دول جعانين بروتين ياكلوا ويتغذوا 23.5% زي ما انت شايف يا سياده الوزير. يا سياده الوزير الفراخ جاعت مننا بسبب احتكار المستوردين والمربيين والمنتجين خرجوا من السوق
وبعد كده ال 45 كتكوت هنوزعهم على الشعب المصري العظيم. من فوق السرير تعظيم سلام لوزير الزراعة، وتعظيم سلام لرئيس الوزراء اللي هيقفش المحتكرين اللي زودوا أسعار الأعلاف والخامات. اضربوا لهم تعظيم سلام أيها الكتاكيت المساكين. بنربي الكتاكيت تحت السرير واخدينهم وهربانين